السلام مع سلامة الأستاذة رحيم. السلام عليكم. في بنات كتير طلبوا مني أتكلم عن موضوع التنمر، وبصراحة الموضوع ده يعني قتله الكثيرون بحثا، وده ضرب في الميت حرام من الآخر. بس أنا حابة أشارك معاكم بعض الكلمات كده، أتمنى يا رب إن هي تبقى من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى ذكر الإيمان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا ما احبش إن حد يتكلم عليا بطريقة سيئة أو بطريقة مش كويسة، فبالتالي إيماني ناقص طول ما أنا بتكلم على غيري. أنا بحب أتعامل بطريقة معينة الناس تتقبلني وتتقبل مظهري وتتقبل بعض سلوكياتي الغير خاطئة أو الغير ضارة، فأتمنى برضو أو إيماني مش هيكون كامل إلا لو أنا عاملتهم بنفس المعاملة. طيب أنا دلوقتي هحب للناس اللي بحبه لنفسي وهبقى مسلمة كويسة. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنا لو قلت كلمة حتى لو كانت بطريقة عفوية على سبيل الهزار أدت لأذية مشاعر غيري، فأنا عندي مشكلة في إسلامي، وإسلامي محتاج إن أنا أركز معاه شوية. لو أنا اتصرفت تصرف، كتبت كلمة، خدت حاجة حد، خبطت واحدة زميلتي بطريقة ضايقتها، فده برضو من باب الأذى. فيبقى أنا لما بأذي حد أو بتنمر على حد أنا بأذي نفسي في الأساس، مش بأذيه هو. الإنسانة أو البني آدمة اللي أنا تنمرت عليها وأذيت مشاعرها، يا إما هتحتسب وتصبر وهتاخد من عند ربنا حسنات، يا إما ربنا هيجزيها بإنه يشيل من عليها سيئات بالأذى اللي هي خدته. لكن أنا بقى اللي أذيت واتكلمت ووجعت، أنا اللي هشيل سيئات كتير ووزر كبير، أنا مش هقدر أقف بيه قدام ربنا يوم القيامة. تمام يا حبايبي؟ فالإنسان اللي بيتنمر على حد، الإنسان اللي بيضايق حد، أنت في الأساس بتأذي نفسك أنت الأول قبل ما بتأذي الإنسان اللي قدامك. طب خلاص أنا هحافظ على إسلامي وهحافظ على إيماني ومش هاجي جنب حد خالص، وهتجنب البني آدمة اللي أنا مش حباها دي خالص. غلط، لأن ربنا قال إيه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا ما خلقناش عشان نعمل عداوات مع بعض ونبعد عن بعض ونعمل إقصاء لبعض النماذج في حياتنا. بالعكس، احنا مخلوقين اشكالنا مختلفة، لغتنا مختلفة، افكارنا مختلفة، عاداتنا، كل حاجة في اختلاف بيننا وبين بعض عشان نتعرف على بعض، عشان لما اقابل حد جديد او حد مختلف اكتسب منه حاجات مش عندي، اشوف الدنيا بوجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر اللي انا بشوفها. وده امر من ربنا، مش حاجة مني تطوعية، احنا مأمورين بان احنا نتعرف على بعض. طب يا مس، هو في ساعات ناس بتيجي في حياتنا بسمع عنها كلام مش كويس فانا بعيد عنها. هقول لك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بما يسمع. ما ينفعش اسمع عن واحده انها بتفتن او انها بتعمل اي حاجه واتعامل بنفس الاسلوب، اعاملها واتعامل بحسن خلقي، فبالتالي هي ممكن تتعلم مني حسن الخلق وتبدأ تتعامل على أساسه. ممكن أكتشف إن كل اللي أنا سمعته ده ملهوش أي وجه من الحقيقة. لما ألاقي يا جماعة الناس اللي بتتنمر أو موضوع التنمر، لما ألاقي حد عنده عيب في الشكل، في الأسلوب، في أي حاجة، كفاية اللي هو فيه، كفاية إحساسه بأن عنده اختلاف عن الآخرين. الراحمون يرحمهم الله، ومن لا يرحم لا يرحم. فأرجو أن نكون ربانيين في علاقاتنا مع الآخرين، وأتمنى أن أكون وإياكم من الراحمين المرحومون. دمتم بكل الخير. شكرا.